القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. أتممت مراحل الدراسة الأساسية والإعدادية والثانوية، وبتفوق في المرحلة الثانوية العامة بمعدل 91.5. ودخلت جامعة الخليل بكلية الشريعة قسم الفقه والتشريع، والحمد لله أنا بحمد الله معدلي ممتاز، 90.18 معدل تراكم إلى معدل سنتين. محمد بديع كغيره من الطلاب يتنقل بين كليات جامعة الخليل، يمازح أقرانه الطلبة ويتحدث معهم. الغالبية منهم يعرفونه، لا لأنه فاقد لبصره كليا، بل لأنه يمتاز بحبه الدائم للحديث مع من حوله، كما أنه من أوائل الطلبة في تخصصه وفي الجامعة. محمد شاب متميز جدا، في الامتحانات بتميز جاب. أول شغلة في المشاركة من أكثر الطلاب مشاركة، من ناحية العلاقة مع الطلاب حميمة، ومن ناحية مع الدكاترة علاقة ممتازة جدا، وبشارك والحمد لله. محمد الذي حصل على معدل عال في الثانوية العامة عن الفرع الأدبي التحق بالجامعة ليدرس تخصص الشريعة الإسلامية. أنعم الله عليه بالتفوق مع نهاية سنته الثانية، فهو يتبع طرقا مختلفة للدراسة للتغلب على الصعوبات التي من الممكن أن تعيقه، كما أن الوالدة تعتبر عنصرا أساسيا في هذا التفوق. طرق برنامج الناطق على الحاسوب، وطريقة بريل مثلا، تسجيل محاضرات، وإذا ما كانش بعد مش موجود كل هالطرق، بضطر في الأخير إنه أشتري الكتب للمكتبة، وأمي في البيت تدرسني عليها. محمد وخلال جولتنا في الجامعة بدا واضحا حب الطلبة له والاستعانة به في الأمور الأكاديمية، فهو يتمتع بقدرة كبيرة على الحفظ ويسعى لإكمال دراسته والالتحاق ببرنامج الماجستير في القضاء الشرعي. لتلفزيون القدس، محمد العدم، الخليل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك، يوتيوب وتويتر.